إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن القبر منظره فظيع، وإن القبر منظره مخيف. ولهذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ومقامه في دين الله سبحانه وتعالى مقامه، إذ هو ثالث الخلفاء الراشدين ومن العشر المبشرين بالجنة جنة الله رب العالمين، وهو ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنتين من بناته. زوجه رقية، فلما ماتت زوجه أختها أم كلثوم. عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي تستحي منه ملائكة الله ويستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا ذكر القبر يبكي حتى يهل لحيته، وإذا ذكر الجنة والنار ليبكي. فقيل له: يا صاحب النبي، أراك إذا ذكرت لك الجنة تبكي، وإذا ذكر القبر بكيت. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه، أي إلا والقبر أخوف منه. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. فالأمر مخوف معشر المؤمنين، لذلك ينبغي لنا أن نعمل بمثل هذه المواقف عباد الله. ولهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع على الأكتاف وحمل مشيعا إلى قبره، إن كانت هذه الجنازة صالحة قالت: قدموني قدموني، الزروا بي واجبروني القبر. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلتها أين تذهبون بها؟ هذه المقولة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لسعد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك أمثال هذه الأمور عليه الصلاة والسلام. إخوة، زيدوا شوية الأمل، الله يجزيكم بخير إخوانكم في الخارج. ولهذا كان يدرك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث البراء بن عازب الطويل أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة. جالس واحد النهار النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فرأى أناسا مجتمعين، شاف مجموعة ديال الناس في واحد المكان مجموعين. قال لهم النبي الأمين: على ما اجتمع هؤلاء؟ اش كيديروا في هذا المكان؟ قالوا: يا رسول الله، يحفرون قبرا أو يدفنون جنازة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب: فانطلقت أنظر ماذا يصنع. مشيت أنا كنجري نشوف اش غادي يدير النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل إلى القبر ولما يلحق بعد، وصل القبر مازال ندير فيه اللي غادي يتدفن فيه. فجث النبي على ركبتيه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته دياله، ثم نظر إلى القبر وبكى حتى بل اختار تراب الأرض، ثم رفع رأسه إلى أصحابه فقال: أي إخواني، بمثل هذا فاعملوا، أي بمثل هذا الموقف، بمثل هذا الموقف، بمثل هذه الظلمة، بمثل تلك الكروات والغمرات والآمات فاعملوا واستعدوا عباد الله. ولذلك النبي مقامه في دين الله مقامه، ومع ذلك في كل صلاة كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر،
فكان يقول وأعوذ بك من عذاب القبر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، تذكروا القلوب وتفكروا في أحوالها وظلمتها وشدة أهوالها، واستحيوا من الله تبارك وتعالى أن يراكم حيث يكره سبحانه وتعالى. جاء عند الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: استحيوا من الله حق الحياة، حشموا من الله عز وجل كما ينبغي. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، مش هالشيء اللي ذكره، أن تستحيي من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس والله أعلم. تحفظ الرأس وما أودع الله رب العالمين فيه من جوارح، فلا تنظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا تنطق إلا بما يرضي الله، ولا تستمع إلا إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. أن تحفظ الرأس والله أعلم، والبطن وما حوى، يعني اش كتدخل من الماكله ومن الشراب والبطن ديالك، لابد ان تدخل فيه الحلال الصرف، الحلال المحض، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من لحم نبت من سحت فالنار اولى به. اي لحمه كتكبر من حرام فالنار اولى بها يوم القيامه بين يدي الله الكبير المتعال. لذلك ينبغي لنا دائما وابدا ان نحرص على ان ندخل ونطعم ابناءنا وذرياتنا المال الحلال المحض الحلال الصرف، أن تحفظ الرأس ولا وعى، والبطن ولا حوى، وأن تذكر الموت والبلاد. كل جديد سيبلى وكل مذكور سينسى. كل حاجة كتكون عندك جديدة عندها قيمة، ما هي إلا أن تمر عليها الأيام كتصير ما عندهاش قيمة. وكذلك كل مذكور سينسى. أنت الآن يذكرك الناس ويثنوا عليك الناس ويتفكرك الناس، لكن إذا مت وسرت تحت تلك القبور فإنه مع امتداد الوقت ومروره فإن الناس سينسوك. أقرب الناس إليك وألزقهم بك نسبا ربما لا يذكرك مرة أخرى. فلا بد للإنسان أن يذكر الموت والبلاد، وأن يدع هذه الحياة الدنيا وما أودع الله رب العالمين فيها من الزينة، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. عباد الله، إن أول ما يعانيه الإنسان ويكافئه إذا ما وضع في قبره ووضع عليه التراب والصفائح ضمة يضمها القبر نازله وساكنه. القبر الإنسان من كي تدفن فيه من كي يموت غادي يتزين هذا القبر على اللي غادي ينزل فيه، نسأل الله السلامة والعافية. قالت أم المؤمنين عائشة: قال رسول الله: إن للموت لضمة ولو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. يعني كان شي واحد سلك من هذيك التزييره ديال القبر وكان سلك هذا الصحابي سعد بن معاذ. من هو سعد بن معاذ يا عباد الله؟ جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سعد بن معاذ لما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي اهتز عرش الرحمن من موته. من يمن سعد بن معاذ تحرك عرش رب العالمين. قال: هذا الذي اهتز عرش الرحمن من موته وشيعه 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم خلي. يعني راه زيرت عليه الفرد واحد ضمة زيرته ثم خلي. يعني ولما مات طفل صغير على عهد البشير النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الغلام لقد ضم ضمة في قبره ثم فرج عنه. العلماء يقولون إن هذه الضمة تشمل الكل الصالح والطالح، كل شيء يتزين في القبر دياله. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول: هذه الضمة مما يكفر الله تبارك وتعالى بها الذنوب والخطايا. وقال طائفة من أهل العلم إن هذه الضمة تكون ضمة رحمة لعباد الله الصالحين، وتكون ضمة عذاب بالنسبة لهؤلاء العصير حتى تختلف الأضلاع، نسأل الله السلامة والعافية. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا نقبل على أمر لا يمكن لنا أن نتصوره. ولعذاب القبر أسباب ذكرها أهل العلم. أعلى الأسباب اللي كتأدب الإنسان أنه يعذب في قبره الشرك بالله تبارك وتعالى. الإنسان إذا شرك الله رب العالمين يعذب في قبره ويعذب بين يدي ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وقال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته للذي أشرك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلة في حائط لبني النجار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وركب واحد البغلة في واحد الفيرما ديال بني النجار فحادت به بغلته حتى كادت أن تسقطه من على متنها. هربت بها هذه البغلة حتى كادت النبي يطيح عليها. فإذا بأقبور 6 أو 5 أو 4 كيتما واحد 6 ديال القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة معه من يعرف أصحاب هذه القبور؟ قال رجل أنا يا رسول الله كان عرف ماضيهم. قال متى ماتوا؟ قال يا رسول الله ماتوا في الإشراك. فدل على أن المشركين يعذبون في قبورهم وأن كل الناس أو كل الأشياء يحسون بهذا العذاب إلا الإنس ولو أحس بهذا العذاب لسعد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب العظيمة التي تؤدي إلى العذاب في القبر الإهمال في الديون. الواحد يسلف ويدير كريدي وما يرجعش لماله. هذا من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر نسأل الله السلامة والعافية. عن سلمة بن الأقوع رضي الله عنه وأرضاه قال مات أخ لي مات الأخ ديالي وترك 300 درهم وترك عياله خلى شوية ديال الفلوس وخلى الولاد. فقلت انفق هذا المال على عيال أخي نصرف على ولاد خويا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سلمة اقض عن أخيك الدين فإنه محبوس عن الجنة بدينه. بسبب أنك ما أديش الدين اللي على أخوك راه محبوس عن الجنة اللي تمشي تدخلها بسبب الدين ديالك. يقول هذا الصحابي فخرجت فقضيت عنه ليلة إلا امرأة تدعي دينارين كتقول كنسوي 2 دينار ليس لها بينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها فإنها صادقة أو قال محبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح المؤمن معلقة في يوم القيامة بسبب الدين ما كانش يدخل الجنة وإن كان من الصالحين ما دام أنه ما ردش الكريدي المالي. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح بالناس فقال أفيكم رجل من آل فلان واش فيكم شي واحد من قبيلة ديال فلان اللي مات أمس؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله. فقال إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه فإن شئتم فرجتم عنه وإن شئتم سلمتموه لعذاب الله. فقاموا فجمعوا فقضوا دينه حتى لا يطلبه أحد. فالأمر عباد الله جد لا هزل فيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين لكي يفرح أنه يكون عباد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مات شي واحد وقد له الجنة زي باش يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما يصليش عليها ينعم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة ميت لكي يصلي عليها فقال أعليه دين واش عليه شي كريدي؟ قالوا أجل يا رسول الله عليه دينارين في 2 دينار ديال الكريدي. فقال صلوا على صاحبكم ما تصليش عليها. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقال هي علي يا رسول الله أنا خلص عليه. حينئذ تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على هذه الجنازة. فالأمر خطير عباد الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الشهيد الذي يموت في المعركة يغفر له كل شيء إلا الدين. ومرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشهيد يغفر له مع أول قطرة ومع ذلك الدين لا يغفر له. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدا قتل في سبيل الله ثم أحيي يعني يفسد الله ويحييه ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. فدل على أن خطورة الدين شيء عظيم في دين الإسلام العظيم. ومن الأسباب أيضا التي تؤدي إلى عذاب القبر ونتهاون فيها جميعا ألا وهي عدم التنزل من الموت أعزكم الله. أن الإنسان يدخل المرحاض يقضي الحاجة ديالو وما ينظفش راسه وما ينظفش الثوب ديالو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين
فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل في كبير. راه كيتعذبوا بسبب جوج ديال الحوايج ماشي كبير عليهم يتركوها، لكن هي من كبائر الذنوب التي تستجلب لعنة الله وسخطه وطرد من وقع في ذلك برحمته. فقال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزل من بوله. لا يستتر من بوله يشير بالحجر أمام الناس ينظرون إليه، ولا يستنزل من بوله ربما قطع حاجته فلا ينظف نفسه. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يمشي يفرق بين الناس، يمشي عند هذا يقول قال فيك فلان كذا ويرجع عند الثاني يقول قال فيك فلان كذا، هذا لا يدخل الجنة ويعذب في قبره كما قال رسول الله. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، وأن يجعله حفرة من حفر النار، إنه هو العزيز الغفار. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم أسباب عذاب القبر الزنا يا عباد الله. وربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول: ولا تقربوا الزنا. الله في القرآن ما قالناش لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي كل الطرق المؤدية إلى الزنا ما خصكش تقربها، منها الاختلاط، منها الخلوة، منها الشرط وما أشبه ذلك، ينبغي للإنسان أن ينهى عنها، لأن عقوبة الزناة في البرزخ عظيمة، عقوبة الزناة في قبورهم عظيمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا النبي جزء من الوحي صلى الله عليه وسلم. رأى أنه رأى أناسا عراة رجالا ونساء في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، تشتعل النار من تحتهم، فإذا وصلت إليهم صعدوا حتى كادوا يخرجون من هذا المكان الضيق، وهم يحدثون أصواتا من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال له: هؤلاء الزناة والزوات. هذه العقوبة ديالهم إلى أن يبعث الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة، يعذبون في قبورهم في البرزخ هذا النوع من العذاب، وهم عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ولذلك لما جاء ولد شاب قد تحركت شهوته في نفسه فجاء إلى رسول الله فقال له: يا رسول الله ذرني في الزنا، يا رسول الله أعطيني الإذن باش نمشي نزني يا رسول الله. ومعه الصحابة فكادوا يهمون به ويقولون له: ما كيف تقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فقال له النبي: أترضاه لأمك؟ فقال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. فقال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لبنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. لعمتك لخالتك؟ كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده ووضعها على صدر هذا الشاب وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحسن فرجه. فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. الإنسان ينبغي له أن ينظر. بزاف ديال الناس كيحسبوا رسول الله قافز كيمشي يضحك على بنات الناس، أنت أيضا عندك البنات في البيت، ما أدراك أنهن أيضا يفعلن نفس الشيء. ولهذا من عجيب قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه دعا إلى العفة في البيوت، فقال: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بالمسلمين، إن الزنا بين فإن أقربته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلموا، من يزني في امرأة ب1000 درهم يزنى في بيته بغير درهم. وأقبح أنواع الزنا أن يزني الإنسان بحليلة جاره، أن الإنسان يزني بالمرأة الجار ديالو، لأنه ما جاورك إلا حين يستأمنك، ظنك أنك أمين على عرضه فجاي يسكن قدامك. ويقول رسول الله في هذا الأمر: إن الرجل الذي يزني بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه ويقول له: ادخل النار مع الداخل.
ما تحسبش راسك راك قافز ولا تنطي انك تحكي عن الناس. ولذلك من الادبيات الشائعه في هذا الباب التي يذكرها العلماء ان قاضي من القضاة كان عنده واحد الرجل كيجي كل صباح خارج كيعمر له الماء في القربه. المراه العاده ديالها مرات القاضي كتخرج ذاك الباب هذا باش يعطيها الماء كما العاده. فمره خرج القاضي الى السوق فبينما هو يمشي اذا بامراه راكعه على بضاعه لها تفحصها. جاء واحد راكعه فامر يده من ورائها ثم مضى فرجع الى داره فوجد امراته في كرب شديد. قال لها ما لك؟ قالت له الساقي. ماله؟ قالت له خرجت له هذوك يعمرها كما العاده فبينما انا راكعه إذ فوجئت انه مر يده من خلفي فقال اوه دقه بدقه ولو زدت لزاد الساقي. فهذا من الادبيات الشائعه التي يذكرها علماءنا حفظهم الله. فينبغي لنا جميعا يا عباد الله ان نسعى سعيا حثيثا في البعد عن الاسباب التي تؤدي الى عذاب القبر. عباد الله لا بد من التنبيه الى امر عظيم. هذا الامر ان العمليات الارهابيه سواء في بلاد الغرب او في بلاد المسلمين لا يجوز وليست من دين الاسلام العظيم. وهذا الذي وقع قبل ايام في جربه في تونس هذا مما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous condamnons l'acte terroriste à Jarba, avant-hier. Nous condamnons tous les actes terroristes. Cela ne fait pas partir de l'islam. فنسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطروبا ولا محروما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.